خدتها على مستشفى أشمون، ولكن بعد الوفاة ما كانش في مكان أو تلاجة ليها فنقلوها لمستشفى تانية. لا، هي تنتها في أشمون وطلعوا كلها من أشمون. حضرتك مستلمينها. يعني حضرتك تقصد ان الاصابات بتاعه رويده ما كانتش خطيره لدرجه ان هي تموت على طول او حاجه زي كده، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ أنا ما شفتش ويمكن مفيش دكتور شافها، هي تنتها لما ماتت. الممرضه قالت لك كانت جايه حالتها عامله ازاي؟ إيه؟ الممرضه قالت لك الحاله بتاعتها كانت جايه عامله ازاي؟ حالة طبعا أكيد هم في عربية، أكيد في كسور، في كتمات، في نزيف، في كده، بس مفيش طبعا رعاية، مفيش رعاية تسعفهم. أنت حتى جالك ناس يعني بتموت، مش هتعرف تسيطر عليهم. بلغ طيب مين قال بلغ لك ان هي دغري. كانت بتسقي البنات اللي كانوا مصابين؟ يا الممرضة. قالت لك كانت بتسقي البنات. أيوة. طب اخر مكالمه بينك وبينها؟ آخر مكالمة كانت وهي راكبة العربية الصبح مم. قبل ما تشتري فطار، وبعد ما اشترت فطار وركبت العربية. طبعا بكلمها على طول كل يوم، وبعت لها صورة النجفة زي ما قلت لحضرتك، وبعت لها الصورة التانية وما لحقتش ترد. آخر مرة شفت فيها رويدة كانت إمتى؟ قبل الحادث بحوالي 3 أيام. كنتوا بترتبوا لحاجة معينة في الفرح؟ كنا بنرتب على السيشن هنعمله فين، وكاتب الكتاب هيبقى فين وازاي. ميعاد الفرح كان إمتى المفروض؟ كان المفروض في 8 وأجلناه ل10 ورجعنا تاني قلنا نعمل في 8. يعني كان بعد ما كان هيبقى في 10 قدمتوه المفروض إن هو يبقى في شهر 8. قلتلي إن هي كانت بتبعت لك دايما تفاصيل معينة، عايزين نعمل كتب الكتاب بالطريقة دي، عايزين الفرح بالشكل ده. احكيلي عن رويدة كان نفسها في إيه؟ روادة كان نفسها في فرح كبير طبعا وفستان، وكانت دايما تبعت لي صور عن الأفراح والفساتين، وهنرقص ازاي في كتب الكتاب وهنعمل ايه في الفرح برضه. وكانت طبعا كان نفسها في أحسن فرح